هاي يا جماعة، أنا دكتورة مريم فؤاد، دكتور السمنة والنحافة وأخصائي التغذية العلاجية. إن النهاردة جاية أكلمكم عن فترة العيد، الناس اللي بتبقى بذل مجهود كبير في إن هي تخس، وفي يومين العيد بيرجعوا زايدين مش أقل من 2 ل 3 كيلو، فبيبقى المجهود اللي عملوه كله راح على الفاضي. فإحنا هنعمل إيه؟ ليكم النصايح ديت. احنا لو هنبتدي هنعك في المين ميل، الوجبة الرئيسية اللي هي وجبة الغداء. ناكل فيها اي جزء بقى احنا حابينه، بشاميل، جلاش، كريب، اي حاجة من الحاجات اللي هي كلها عك وهي وجبة دسمة. طيب، لكن عشان احافظ على نفسي وما يبقاش انا عكيت اليوم كله، عندنا في وجبة الفطار ووجبة العشاء احنا هنركز فيهم على البروتين، يعني بيض وجبنة وزبادي ولبن. مفيش داعي اللي احنا نعك او اللي انا اخد مثلا افطر دايما ابدأ بالكحك والبسكوت والمخبوزات والباتيفور والحاجات ديت. ليه؟ لان انا لو بدأت يومي غلط الحاجات دي هتعلي مستوى السكر جدا وهتتهضم بسرعة، فشوية وهحس ان انا جعان وهضطر افضل اسحب طول اليوم، لان انا بديته غلط وهفضل في الدايره المفرغه دي كتير. فالاحسن ابدا بالبروتين. ولو كمان انا عايز اخد حاجات حلوه، كيكه وبسبوسه بقى بمناسبه العيد والكحك والكلام ده، بيبقى بعد وجبه، مش باخدهم على الجوع. لو خدت وانا جعان مش هقدر اكنترول الكميه، لكن لما باخدها بعد وجبه فببقى شبعان فمش هقدر اكل كتير.